السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة صنفين مش هيكلفوكم غير حتة لحمة صغنونة كده، ما تجيش مناب، يعني تقريبا كده مثلا اقل من ربع كيلو بكتير يعني. طبعا احنا عارفين اللحمة دلوقتي اسعارها عاملة ازاي، طبعا الاسعار مختلفة من مكان لمكان ومن منطقة لمنطقة، فاحنا دلوقتي بنحاول نوفر وندبر في بيوتنا على قد ما نقدر. عملت الصنفين الجمال دول جدا بحتة لحمة صغيرة جدا، قطعتها مكعبات، وتعالوا نشوف كده الوصفة طبعا عملت منها اللي بالصلصة وعملت منها اللي بالصوص الابيض. انا ولادي بقى ايه، واحد منهم يقول لي انا عايز بالصوص الابيض، والتانيين يقولوا لا انا عاوزه احنا عاوزينها لا بالصوص الاحمر او بالصلصه. قلت طب خلاص ما بديهاش بقى. قلت كده بقى ايه، انا هعمل كده حاجه بسيطه كده وايه، واغير يعني فيها شويه وهشوف ونجرب مع بعض، مش هنخسر حاجه. المهم رحت قمت بقى جبت بصلتين كده كبار، قطعتهم مكعبات صغيره كده. وبعد كده كان عندي تقريبا كيلو لبن، وتلات قرون فلفل كده شطة او فلفل بارد لو عاوزة. ومعايا دول الاساس معايا في الوصفة، معايا بصلتين كبار قطعتهم مكعبات، ومعايا يعني تلات فلفلات كده صغننين. ممكن تستخدمي الفلفل الرومي بدال الفلفل الشطة او الفلفل البارد يعني. برضه هينفع معانا في الوصفة، يدي طعم وريحة حلوة قوي. وكمان فصين توم قطعناهم حتت صغننة كده. ومعايا كمان الفلفل قطعته شرايح صغيرة، وهنستخدم هم دول بس مع الوصفة. وكمان اللبن معانا، وحتة اللحمة اللي انا وريتها لكم في اول الفيديو. جبنا حلة على النار ونزلنا فيها بمعلقتين كبار من الزيت، وكمان معاهم معلقتين كبار من السمنة. طبعا انا عايزه اقول لكم على حاجه، ان انا الخلطه اللي هعملها هنا دي هستعملها في الوصفتين اللي انا هعملهم، تمام كده. انا هنا هعمل نزلت بالبصله بعد السمنه والزيت ما سخنوا كويس على النار، وبعد كده بفضل اقلب فيهم لحد ما يحمروا شويه بسيطه كده ويتبالوا معايا. وبعد كده هنكمل الخطوات بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين النار عاليه معايا، بدأت البصلة تحمر، هنزل فيها بالثوم مع الفلفل الحامي. ممكن نستخدم زي ما قلت فلفل ألوان، ممكن نستخدم كمان الفلفل الشطة الأخضر أو الرومي. وحتتين اللحمة الصغننين اللي كانوا معايا زي ما انتوا شايفين كده قطعتهم مكعبات صغيرة، أنا بوريها لكم الحجم بتاعها قد ايه. طبعا بنفضل نقلب على نار عالية، بفضل اقلب لحد ما احس ان هما خلاص يعني ايه، خدوا لون حلو كده. والريحة بدأت ايه تهل كده على الواحد وهو واقف. زي ما انتوا شايفين بقى نزلت في الحلة التانية بمعلقتين زيت، عشان خاطر انا المادة الدهنية هنا عندي قليلة شوية. وانا طبعا انا مش من النوع اللي بيحب يكتر الدهون في الاكل يعني، بحاول على قد ما اقدر استفيد بالحاجة اللي موجودة عندي. طبعا زي ما انتوا شايفين انا عندي هنا نزلت بثلاث معالق دقيق كبار على اللحمه اللي انا نقلتها في الحله التانية. ومعايا هنا الحله دي انا حطيت عليها صلصه طماطم، ضربتها في الخلاط وحطيت معاها فلفل اخضر برضو عشان خاطر يدي طعم حلو للصلصه على اللحمه. طبعا انا حط اللحمه زي ما هي، وبعد كده نزلت هنا باللبن ونزلت بالناحيه التانية بالصلصه عشان نعمل الوصفتين اللي احنا اتفقنا ان احنا نعملهم مع بعض. بعد ما خلصت نزلت بقى بمعلقتين كده او 3 معالق كبار من القشطه، دي قشطه بلدي انا لميتها من على وش اللبن عشان خاطر بستعملها في الوصفات بتاعتي. طبعا لو مش عندك ممكن نستخدم نستفيد يعني نكتفي باللي موجود، وممكن كريم طبخ، بس انا مش عاوزه اعلي تكلفه الحاجه. ونزلت طبعا بمعلقه من توابل اللحمه، ومعلقه كمون، ومعلقه من الفلفل الاسود، ومعلقه من الملح. ونفس التوابل اللي انا حطيتها على اللي هو الصوص الابيض حطيتها برضو على الصلصه الحمراء، عشان خاطر اعمل الوصفتين زي بعض ويكون طعمهم حلو وزي بعضيهم. حطيت طبعا شوية من الملح، وظبطت الملح هنا في الناحيتين، وهسيبهم بقى يغلوا غلوة على النار. احنا طبعا عارفين ان اللبن هنا انا حاطه معاه دقيق، انا ما حبيتش ان انا احمر الدقيق زي وصفة البشاميل كده. يعني انا ساعات بعمل الوصفة دي بس بحمر الدقيق مع مثلا فراخ او لحمة، وبعد كده بنزل بالايه
باللبن لحد ما يعمل. بس انا ايه يعني حمرته حاجه بسيطه كده عشان خاطر ايه زي ما قلت لكم الماده الدهنيه عندي مش كتيره. هنا طبعا انا حطيت التوابل لحد ما بدأت تغلي. نزلت هنا ببطاطسايه واحده بس مقطعاها مكعبات، واحده بطاطس بس. طبعا انا هنا حطيت بطاطس بس مش هحط في الناحيه التانية البطاطس دي لان انا مش هينفع احط فيها، او ممكن تحطي برضو وتجربي، مفيش مشاكل. حطيت طبعا في الناحيه التانية اللبن. اول ما حسيت ان هو بدأ يتقل معايا، خلوا بالكم انا حطيت معلقتين بس على اللبن، وحطيت شويه من الميه عشان خاطر يديني صوص زي صوص البشاميل بس يبقى خفيف ما يبقاش تقيل، عشان خاطر ما يكتلش معايا ويبوظ الدنيا. فزي ما انتم شايفين فضلنا طبعا لازم يكون ايدك فيه باستمرار عشان خاطر اللبن يعني ما يتقلش مع الدقيق ويعمل بشاميل تقيل كده. فطبعا ايه ما رضيتش ان انا اعمل اقلب يعني اسيبه كتير كده على النار، وايدك فيه على طول عشان ما يلسعش ويتحرق من تحت. الناحيه التانية طبعا نزلنا المكرونه على قد الصلصه زي ما انتم شايفين كده، الكميات تبقى متناسبه شويه. حطيت المكعبات البطاطس وبعد كده نزلت بالمكرونه رفيعه، او لو حابه مكرونه تكون نوع تاني بس في الصلصه الاحسن تحطي اللي هي المكرونه الرفيعه دي بتبقى اجمل. وطبعا زودت ميه في الناحيتين عشان خاطر الميه هتساعد المكرونه ان احنا مش سالقين المكرونه، فهتساعد الميه دي هتساعد المكرونه ان هي تستوي، وهتساعد كمان اللحمه اللي احنا حطيناها في الاول زي ما انتم شايفين كده. واللبن انا حطيته طبعا اول ما بدأ يتقل معايا انا نزلت على طول بالمكرونه، مكرونه قلم او مكرونه اللي هي سباكيتي تكسريها وترميها في الصوص ده، وبس النار تبقى هاديه شمعة عشان يستوي وايدك فيه على طول تقليب مستمر. هي طبعا المكرونه ما بتاخدش يمكن سوا 7 دقايق ولا حاجه. طبعا انا ما حبيتش نسلق وبعد كده نحط الحاجه دي لان الوصفه اللي انا بعملها النهارده نسيت اقول لكم على اسمها. هي اسمها المبكبكه. المبكبكه دي وصفه ليبيه مشهوره بيها يعني ليبيا، بس انا عملتها بالصوص الاحمر للي حاببها كده، وعملتها او بالصلصه الحمراء يعني، وعملتها بالصوص الابيض. ممكن طبعا نبدل بدل اللحمه نحط صدر فراخ كده ونحطه بيبقى طعمه برضو جميل في اللي هي بالصوص الابيض. زي ما انتوا شايفين انا اللي بقلب على طول باستمرار عشان ما تلسعش مني وتبوظ وتشيط كده وتبوظ الدنيا. الحاجه غاليه وعايزين نخلي بالنا ونعمل الحاجة واحنا بنراعيها كده وما نغفلش عنها، عشان كمان الجو حر اليومين دول فممكن الحاجة تتحرق بسهولة. زي ما انتوا شايفين كده المكرونة انا وريتها لكم استوت جدا. لازم يكون فيها صوص كده ما تبقاش ناشفة، يعني كل ما تحس ان هي نشفت زوديها سنة مية بسيطة كده، وتفضلي تقلبي لحد ما تحسي ان المكرونه استوت وتمام وظبطت معاكي. زي ما انتوا شايفين المكرونه اهي استوت وطالعه زي الفل، طعمها فظيع وكمان خفيفه للي بيحبها بالطعم ده واللي بيحبها كمان بالطعم التاني اللي هو بالصلصه الحمراء زي ما احنا متعودين عليها. عملتها بالصنفين او بالطريقتين، والطريقة اللي تعجبكم اعملوها بيها، طعمها تحفة جدا جدا جدا. انصحكم تجربوها جنبها بقى شوية مخلل. وجبة جميلة متوازنة وصحية ومعمولة في البيت بكل عناية وبكل نظافة. اتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش فيها، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بعمله. واسيبكم في رعاية الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.